السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة عائلة نورة. يلا كله يلا يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، ويلا كله يعمل لايك. بعد ما خلصنا الفيديو اللي فات، اللي متابعنا بقى وشاف الفيديو اللي فات، بعد ما خلصنا السد العالي وخلصنا نصب التذكاري، طلعنا بعد كده على حديقة فريال. واسمعوا الفيديو علشان بعد كده رحنا مطعم، هوريكم رحنا المطعم فين. مطعم كان اكله حلو قوي. ورحنا بعد كده نادي كيما، نادي اجتماعي حلو برضو. ويلا اتفرجوا معايا لاخر الفيديو، هتشوفوا البنات واخدين شوية صور حلوة قوي مع الغروب ومناظر حلوة وجميلة قوي في اسوان. واللي ما سمعش الفيديو اللي فات هسيب الرابط في صندوق الوصف. وحديقة فريال من اجمل الحدائق على مستوى الجمهورية، بصراحة خطيرة جدا، وموقعها حلو جدا ومتميز لانه بيبص على البحر. ودي بقى الحديقة اللي عملها الملك فاروق لبنته الكبيرة فريال، وهي كانت جنب القصر بتاعه. بس اتفرجوا وبصوا، كل الناس بتوع أسوان بيروحوا في الحديقة في المناسبات وفي الأعياد وكمان في الربيع. جميلة، بصوا الإحساس هناك حاجة تاني. وشوفنا شوية ناس فرشين بقى وقاعدين وحاجة عسل. قلت لازم لما اروح المرة الجاية اعمل برضو زي الناس كده، افرش واجيب اكل معايا ونقعد يوم كامل. احنا رحنا بس ساعة، ما قعدناش كتير، بس صراحة جميلة 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 جميلة. والملك فاروق اهداها لبنته في الاربعينات. واللي هناك ده كانوا المصريين القدماء بيقيسوا بيه منسوب المية زي محطة الرصد كده هو دلوقتي. فلما كان بيعلى معناه ان النيل كان مرتفع، ولما بيبان الحاجات دي ان النيل منخفض. بس دلوقتي هتلاقوا ان النيل منخفض ليه؟ علشان دلوقتي احنا عشان في الشتاء بيقفلوا البوابات بتاعة السد العالي علشان المية ما تكترش، وفي الصيف بيفتحوا اكتر عشان المية تزيد، عشان طبعا ايه التبخر. واللي هناك ده مقبرة اغا خان. جه من بره كان عشان يتعالج من الروماتيزم، فلما قعد في الرمل بتاعت أسوان فخف، فعمل بيت هناك. وبعد كده لما مات اتدفن هناك وبقت مقبرة أغا خان. وكانوا زمان كان في ناس بتروح تزورها وكده، بس متهيألي دلوقتي مفيش بعد ما مراته ماتت. كان القصر بتاع الملك فاروق قديما، ودلوقتي بقى فندق اولد كاتاراكت. واللي اشتهر بجراند اوتيل، اللي كان فيه مسلسل جراند اوتيل. فندق حلو جدا، شكله خطير كده، وانت شفتوه في المسلسل، اللي سمع جراند اوتيل هيبقى شافه.
وبعد بقى ما خلصنا من الحديقة وطلعنا منها، قعدنا نتمشى على الكورنيش كله لحد ما وصلنا فين. وصلنا عند مطعم الواحة. مطعم الواحة ده مطعم جميل قوي، وفيه اسماك بحرية واسماك نهرية والاحساس بص كأنك قاعدة في لبنان، قاعدة في بيروت. كان احساس لطيف قوي واحنا قاعدين في المطعم، كان حلو وجميل كده. بص الديكور بتاعه تحفة، والفيو كمان، الفيو ما حصلش. بص الفيو حلو ازاي، خطير الفيو. نيجي دلوقتي بقى للأكل. طلبنا شوربة سيفود، بس صراحة ما كانتش حلوة عشان محدش يطلبها، عشان محدش يقول ان انا قلت ان تطلبوها بس. وطلبنا سمك سموز سنجاري ومشوي زيت وليمون، كان حلو قوي. السنجاري كان احلى من الزيت وليمون، والرز بتاعهم طعمه مميز وحلو. بس سلطة البنجر ما كانتش حلوة عشان متطلبوهاش برضو. الطحينة بتاعتهم حلوة برضو. بصوا هي الاجواء جميلة وخطيرة في نفس الوقت. والسمك السموز ده من احلى انواع السمك، يعني ما تروحوش هناك وتطلبوا بوري او بولتي او كده، لا السموز ده سمك من النيل وطعمه حلو جدا. وبعد ما خلصنا بقى طلعنا نتمشى على الكورنيش ونشاهد الغروب ولقينا ايه بقى، وشوفنا المسجد الجامع اللي هو الجامع الابيض اللي هناك ده. وبعد كده في وش الجامع بقى كانت في وش الجامع كان في نادي كيمة حلو قوي. رحنا والدخول ب5 جنيه الفرد، دخلنا فيه كان جميل برضو. وفي ألعاب بكهرباء، وفي ألعاب اللي هي الألعاب العادية دي اديكم هتشوفوها دلوقتي، وتزحلقوا العيال وتبسطوا وتمرجحوا وتنططوا. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وفي اخر الفيديو معايا هتشوفوا البنات مصوراهم صور خرافية وحلوة جدا في المناظر الطبيعية الرائعة اللي احنا شفناها دي. وبقول لكم اسوان دي تحفة 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 تحفة، اللي ما راحهاش فايته كتير 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 قوي، من اجمل البلاد اللي هتروحوها في حياتكم. وبصوا كل يوم هتحسوا نفسكم ان انتوا في بلد شكل. كل حتة بروحها كنت بحس كده بطابع ان انا في حتة تاني، في العالم جديدة وغريبة وهدوء وراحة نفسية ما حصلتش. زي ما بقول لكم كل فيديو هقول لكم راحة نفسية رهيبة وخطيرة. اسوان دي يعني عسل كده، عسل ما كنتش اتخيلها بالجمال ده كله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.